السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، مرحبا بكم اليوم في حلقة جديدة. كما قرأتم من العنوان، سيكون إن شاء الله موضوعها حول كيفية تحضير وصفة لإطعام الفراخ يدويا، وكذلك كيف هي الطريقة للقيام بذلك. ستشاهدون طبعا على المباشر طريقة إطعام فراخ الكناري، وأيضا هذه الخلطة صالحة إلى فراخ الحسون أيضا. فرجة ممتعة، دمتم في رعاية الله. طبعا في بعض الأحيان يريد المربي أن يخوض تجربة إطعام الفراخ يدويا، فيبدأ بالبحث عن الوصفات الطبيعية، يعني الوصفات المفيدة لإطعام فراخ الحسون والكناري يدويا. وفي بعض الأحيان يكون يعني المربي مضطر إلى إطعام الفراخ يدويا، فمثلا تجد أن الأنثى لا تعتني بالصغار ولا تطعمها، فما وجب عليك فعله أخي الكريم وهو أن تتدخل وتطعم الفراخ يدويا. كيف ذلك؟ هذا ما سأريك إياه في الفيديو إن شاء الله. بالنسبة للوصفة فهي جد سهلة، يعني في متناول الجميع. مكوناتها وهي عبارة عن بيضة مسلوقة، بيضة بالقشر يعني تكون مسلوقة. نستعمل معها سيريلاك، هذا يعني جد مفيد لفراخ الطيور، لأنه يعني يحتوي على بروتينات، يحتوي على صوديوم، بوتاسيوم، فيتامينات وغيره، والحديد طبعا. يعني هذا جد مفيد، أنصحك به أخي الكريم إذا كنت تنوي إطعام الفراخ يدويا. نستعمل أيضا مسحوق الكالسيوم. مسحوق الكالسيوم يعني مفيد لنمو عظام الفراخ بشكل جيد. إذا لم يتوفر لديك مسحوق الكالسيوم، يمكنك استعمال عظم الحبار السيبيا، لهم نفس المفعول تقريبا. يعني هذا مطحون وهذا يعني مادة خام ما زال لم يطحن. هنا نستعمل أيضا خل التفاح. هذا خل التفاح يعني نوعية ممتازة، قدمه لي أحد الأصدقاء الذي يعني قام بشرائه من أحد الجمعيات الموثوقة. بالنسبة كمناسبة لخل التفاح، هناك يعني فيديو سأضعه في صندوق الوصف إذا كنت تود أن تصنع خل تفاح طبيعي بيدك. إذا هذه هي مكونات الوصفة. فما الذي ستقوم به أخي الكريم؟ ستأخذ أولا البيضة مسلوقة بالقشر، يعني بيضة كاملة. سأقرب الصورة، بيضة كاملة بالقشر، يعني تقوم بتفتيشها هكذا حتى تسهل عملية الطحن، يعني على هذا الشكل أخي الكريم. يعني إن شاء الله في آخر الفيديو ستشاهدون كيف نقوم بإطعام الفراخ يدويا. نضيف أيضا ملعقة صغيرة من مسحوق الكالسيوم. إذا لم يتوفر لديك يعني لتذكير فقط، يمكنك استعمال يعني عظمة الحبار السيبية قطعة صغيرة. هذا مسحوق الكالسيوم يتوفر عند باعة الطيور طبعا. نأخذ السيريلاك، لنضع ملعقتين صغيرتين، يعني بهذا الشكل تضع ملعقتين صغيرتين. فما الذي سأقوم به الآن؟ يعني سأذهب وأقوم بطحن هذه المواد مع بعضها البعض حتى نحصل على خليط، ثم سنتمم بقية الفيديو.
هذه هي الخلطة النهائية المحصل عليها. سأخذ منها القليل على هذا الشكل، أضعه هنا، ثم سأضيف إليه ملعقة صغيرة من الماء، يعني القليل فقط من الماء حتى يسهل يعني على الفراخ. ثم أضيف إليها يعني ربع ملعقة صغيرة، يعني القليل من خل التفاح. خل التفاح مفيد جدا لصغار الطيور، يعني لنمو الريش ولحمايتها ووقايتها. يعني فقط القليل من خل التفاح هكذا، يعني فقط. ثم سأقوم الآن بخلط المكونات جيدا. الآن ما الذي سأقوم به؟ سأخذ إبرة صغيرة، يعني مثل هذه إبرة الطعام. سأقوم بملئها على هذا الشكل على بركة الله، أن أضع القليل على هذا الشكل. ثم أقوم بالدفع هكذا. طبعا عند إطعام الصغار عليك الحذر لكي لا تقوم بدفع الإبرة يعني بسرعة فيختنق الطائر، يعني تدفع بسرعة يمكن هذا أن يتسبب في قتل الطائر. سأذهب الآن إلى إحضار الطيور لأريكم طريقة يعني تأكيلها يدويا، يعني الطريقة الصحيحة، وليس يعني كما يفعل بعض المربين. سأريك الطريقة الصحيحة. للطريقة الصحيحة لإطعام الفراخ، يعني لاحظ معي، تأتي من الجهة اليمنى للطائر، يعني الجهة اليمنى للطائر، وتقوم بإطعامه. لكن قبل القيام بهذه العملية أود أن أتطرق لأمر مهم. لاحظ حويصلة الطائر. لاحظ جيدا، إذا رأيت أنها ممتلئة، يعني لاحظ معي بالأصفر، إذا رأيت أنها ممتلئة فلا تطعم الطائر، فهذا يعني أنه شبعان. إذا رأيت أن يعني الحويصلة فارغة فقم بإطعامه، يعني كما شرحت. تضع الحويصلة، هو الآن لن يطلب الأكل لأنه يعني شبعان. تضعها هكذا، يعني على جهة اليمين، على يمين الطائر طبعا، لأن الحويصلة توجد على اليمين، بينما على اليسار يوجد الجهاز التنفسي للطائر. أتمنى أنني أكون قد أفدتكم في هذا الفيديو. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء أحبابي.